احنا كده كده متهمين يا اخوانا، اللي بيجي الميدان والصور المتهمين. 6 ابريل اللي خدت لما قالت بس معلش الله يكفي بس عشان الكلام مش هيخلص. طب ما احنا ممكن نقف مع بعض من غير ما نعمل شكل معين. انا ما عنديش ميديا وما عنديش ماليه. انا مثلا مانيش تبع حزب حاكم بيفتح شكاره فلوس ويوزع. انا واقف معاك النهارده بعرفك افكاري. دورك ان انت تعرف غيرك. انا ما عنديش ميديا فاهمني. انا ما عنديش امكانيه ان انا اعمل دعايه. انت الدعايه بتاعتي. انا واقف معاك النهارده عشان انت اللي تعمل لي دعايه. كويس. انا ما احنا بقى ده انت بتعمل ايه؟ يعني احنا برضو الناس احنا ميليشيات منظمه توازي ميليشيات الاخوان المسلمين، الناس المدربه في حماس. اذا كنت انت قادر ان انت تنزل ميليشياتك تضرب الناس في الاتحاديه او تخلي ميدان التحرير، لا احنا بنقول لك احنا موجودين على الارض وممكن في الثانيه. بس احنا لو حتى احنا مخالفين للنظام ده، احنا مخالفين للنظام ده، احنا رافضينه، احنا مش عايزينه، احنا مش عايزين حاجه مقابله ليه. يعني مع احترامي ليه، انا مش عايز مثلا ان هم الاخوان عندهم ميليشيات، انا مش عايز اقابلها من ناحيه ثانيه بميليشيات. مفيش داخليه يا استاذ. يعني واخد بالك، يعني انا ممكن اعمل دور ايجابي، انا معاك، انا مش معترضك على لا انت مش معترض، بس انت عايز يعني انا عايز اوصل لك فكره. انا ممكن اعمل نوع تاني، نظام تاني، شكل تاني غير الشكل اللي احنا شايفينه. اقول لحضرتك على حاجه. هل انت انا بس لا انت رد عليا على سؤال صغير وانا هحل لك. هل انت بتتكلم على نظام شرعي محترم بيتصرف التصرفات دي علشان انت تتصرف معاه على نوع وعلى قدر كبير من المسؤوليه وعلى قدر من ضبط النفس؟ بالظبط كده. جاوب حضرتك بس يا سيدي الفاضل. خلاص الكلام. يلي عملتم دي تجاره بضاعه مالكوش عندي سمع وطاعه. انت النهارده كسرت كل حاجه، الدين هو اللي فاضل لي. تمام. انت النهارده ايه العقيده؟ النهارده انت كنت مثلا الاسلام انتشر عن طريق الازهر، مش انتشر عن طريق مكه ولا المدينه. اذا انت دوله محوريه. لا بص انا عايز اتفق معاك في الكلام ده. ايوه ماشي. انا عايز اتفق معاك. النظام بتكسر واحده. اولا تاجرت لي بديني، تاجرت بالاديان كلها. أكيد. اي دين هتتاجر بيه. اكيد. اذا انت ما عندكش عقيده. ثانيا المؤشرات كلها بتقول ان هو الميليشيات. هو انت بتلعب على هو الفكره كلها ان هو بيلعب على اللي ما عندوش انتخابات. بيلعب على القصه دي. مفيش انتخابات يقول لك الاحتفالات باعياد الاقباط حرام. انا اللي عايز اوصله لك ايه؟ ان انت النهارده ما يتبع الفوضى ما يتبع الثوره فوضى. وافتح كتاب التاريخ هتشوف اعظم ثوره انجبتها الكره الارضيه كانت الثوره الفرنسيه. تمام. عاشوا بعدها بكام سنه فوضى؟ لا 12 سنه. طيب يعني تمام. شوف لي انت، هات لي طلع لي من كتاب التاريخ ثوره ما تبعهاش فوضى. كويس. اللي احنا فيه ده مش حكم مستقر، اللي احنا فيه ده فوضى. لا والدليل ان انت البورصه بتاعتك بتنضرب في 5 دقائق. قرار بيطلع الظهر العصر الساعه 3 بالليل بيشيله. اذا مفيش يعني الحكومه تطلع قرار كمان ساعتين بيشيله. اذا انت التذبذب عندك والفوضى. انا عايز اقول لك على حاجه. احنا مشكلتنا دلوقتي ان احنا الاثنين على نفس النهج. بس انت انا عايز اقول لك لا مش عايز اوصل لحاجه. انا عايز اقول لك ان ليه يبقى لنا شكل مغاير مختلف يصير وسط الناس مشاكل. يعني انا لما اشوف بس اللي بيصير مشاكل انا هوضح لك بس حضرتك ثواني بس. بس اليد معلش. هو دلوقتي في ميليشيات صح؟ هم الاخوان دول من بلوك في المكسيك وقالوا ان هم انا عارف انه مش هم. ماشي انا بقى بقول له بقى انت بتعمل ايه عشان يا سيدي الفاضل؟ انت بتحارب نظام يملك اعلام يملك فلوس يملك ارض. انا بحارب. انا مش قصدك. انا عايزك تحمي نفسك ازاي؟ بس كده احمي نفسي ان انا مش معروف. انا بحترم فكرك بس انا عايز اقول لك انا عايز اقول لك احنا دورنا يا جماعه. احنا دورنا حمايه الميدان. احداث محمد محمود، احداث مسجد القائد ابراهيم ما تتكررش تاني. ده اللي انا بتكلم فيه. ده اللي احنا طالبينه. احنا هتصير مين؟ في ناس فاهمه قاعده في البيت فاهمه حضرتك. ثواني بس. من امبارح لازم للاخوان المسلمين والقوه اللي بيقولوا جايبينها من حماس. تمام. انا مش هواجه شرطه، مش هواجه لان الشرطه لو وقعت اللي هيحكمني العصابات المسلحه بتاعت الاخوان. انا نازل لعصابات الاخوان. تمام. بس مش انا سالت نفس السؤال الاخر. احنا معانا حاجتنا هنواجهها بنفس السلاح اللي بيواجهوا بيه. تنظيمات بسيطه. دي ما فيهاش تكتيكات بسيطه حضرتك. يعني شويه حاجات بسيطه بتعلم ازاي تحمي نفسك وتحمي الاخرين. ازاي ان انت انا شفته بعيني في الجمعه اللي بعد المحلاوي قبل الدستور. تمام. الشباب العادي اللي شبه زيي
اصطادهم في الحواري وعرف يربيهم. بس صح كده، ده تمام، ده اسلوب ما كويس. استخدمش سلاح، ما استخدمش. طيب ماشي، ما ده انا بقول لحضرتك. ممكن يكون بيتعلم كاراتيه مثلا، حضرتك انا ايه بيتعلم. السلاح اللي معايا؟ لساني. يا جماعه البلد دي ما فيهاش قانون. انا السلاح اللي معايا ايه؟ انا اهو. بس دلوقتي ايه السلاح اللي معايا؟ قانون القوه معاهم هم، مش هو انا القصد. بعمل ايه حضرتك؟ الراجل ده معاه اعلام بيطبلوا له ليل ونهار. تمام. جميع الشيوخ اللي موجودين على الفضائيات بيطبلوا له باسم الدين ليل ونهار. انا بعمل ايه؟ انا بنزل ان انا اواجهه ازاي؟ ان انا باجي بقول للناس انا اهو، انا جاي احميك انت، مش جاي ان انا اعمل لك عدد فوضى. كويس يعني. مش احنا انا مش عايز احنا على فكره مش متواصلين. ياخدها منك انت. مش متواصلين وما نقدرش نعرف عدد. ايوه انا يعني 64 سنه يخش معاك سنه. عليا ما تقولش عليا عربيه. لا قضيه واحده. ما تقولش عليك، بقولها تاني. ما تقولش عليا بخرف. انت تقول ان انا الدراع بتاع الثوره بتاعتي. هو بيخرف. ثواني بس. احنا يا سيد الفاضل باختصار شديد احنا قناع الثوره. بفكر ايه؟ احنا دراع الثوره. الناس هتخرب باسمهم لكن هم مش هيخربوا. انت راجل احنا مش هنخرب. انا البلاد دي دراعي بس. احنا دورنا ان احداث الاتحاديه ما تتكررش تاني، ان احداث الشيخ المسجد القائد ابراهيم ما تتكررش تاني، وبنوجه رساله للنظام بنقول له اسكت انت قادر على الحشد بالفلوس وبالاتوبيسات وبالشركات وبرجال الاعمال، احنا بنحشد نفسنا وبجهود ذاتيه. بالفكره بس هو حضرتك اتحداك تلاقي علم زي ده. ما انا عشان شفته. كل واحد فينا على قد امكانياته وعلى قد فلوسه وعلى قد دعايته. انا واحد من الناس ماشي بفرجك طول ما انا ماشي على الكلام اللي مكتوب على صدري. انا ما عنديش دعايه، ما عنديش فلوس. طبعا انا عارف الف ب ت هيتقال عننا ان احنا ممولين بالخارج، فانا جاي اقول لك ادي التمويل اللي من الخارج، ورقه برينتر اللي طبعها لي مديها لي يعني كادو على التمويل من الخارج ده، التمويل من الخارج ده قصه قديمه وفشلت يعني. ما هي على مر العصور كل شويه والكلام الفارغ ده شايفنا سمعناه مر. انا قدامك من غير سلاح، انا بحاربه جديد، بحاربه ان انا اقف معاك. اقول لك احنا لو كلنا لو شباب كتير اتخذوا نفس اللبس وقفنا هنا في الميدان، مثلا انت النهارده استحاله تجازف ان انت تحصل حرب اهليه في عصر. بس هو ممكن ياخد اجراء اخر. يعمل ازاي؟ زي ما بيعمل دلوقتي، يتجاهلك اسبوعين ثلاثه على امل ايه؟ على امل لو انا افترضنا ان انا عسكري في الجيش، وفي اللي هم 16 واحد بتاع الحدود وقطر البدرشين، تمام؟ انا هكون كعساكر في الجيش المفروض اعمل ايه؟ جاوب. لا قول لي انت، انا ما اعرفش. ما انت حضرتك بتقول لو في 72 واحد مننا ماتوا، هو احداث بورسعيد، عشان كده هم اتجمعوا يجيبوا حق ال 72 واحد. طب لو انا عسكري في الجيش وال 17 واحد ماتوا ومش عارف حاجه و30 بتوع قطر البدرشين هم امن مركزي، انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض بقى عساكر الجيش كلها والامن المركزي كلهم يجوا يا جماعه. المفروض كلنا. بص يا مصلحه مصر الجميع. سامعك يا فندم. كلمه 72 واحد مننا دي غلط، لان احنا كلنا زي يا جماعه ما انا بقول كده، مصر فوق الجميع، المفروض كده. هي مشكلتهم في اللي هم